أول سبب طبعًا معانا والواضح قدّام الجميع هو ضياع الفرص السهلة. بُص كده معايا على الإحصائية اللي ورايا ديّة هتعرف إن النادي الأهلي كان عنده big chance 5 فرص مقابل 3 لفريق إنتر ميامي. ال5 فرص دول يا جماعة اللي هم إيه، طبعًا في كورتين لوسام أبو علي، كورة في بداية الماتش اتحسبت تسلل، انفراد اتحسب تسلل بس هو لعبها وِحِش جدًا، وانفراد تاني جابها جون وبرضه اتحسبت تسلل، فدول مش محسوبين معانا في ال5 فرص. طب ال5 فرص بقى اللي هم الbig chance اللي الأهلي ضيّعهم بطريقة غريبة جدًا. أول فرصة انفراد إمام عاشور، تاني فرصة كورة وصلت لحمدي فتحي جوّه منطقة الجزاء ولوحده وشاط في إيد الحارس، تالت فرصة ضربة الراس بتاعة أشرف داري اللي اتشاطت برضه في إيد الحارس، رابع فرصة طبعًا الفرصة اللي كلنا بنلعن حسين الشحات فيها اللي ضيّعها في آخر المباراة، خامس فرصة طبعًا والأبرز فيهم هي ضربة جزاء تريزيجيه اللي شاطها بمنتهى الغرابة. 5 big chance مقابل 3 لإنتر ميامي، أنت ما قدرتش تجيب ولا واحدة فيهم، وكمان في الإحصائية ديّة موجود الsaves اللي هي الإنقاذات بتاعة حراس المرمى، الشناوي أنقذ 5 كرات مقابل 8 إنقاذات لحارس إنتر ميامي الأمريكي، وده بيوضح لك إن اللعيبة ما كانتش مركزة واللعيبة كان عندها رعونة واستهتار بالفرص اللي بتيجي.